في خلال كام يوم بالضبط إن شاء الله أنا هاتم 31 سنة، وعشان كده قررت إن أنا أعمل لك فيديو على السريع جدًا أقول لك فيه 5 دروس أنا كان نفسي أعرفهم وأنا أقل من 30 سنة. الحاجات دي ممكن أكون اتعلمتهم بالطريقة الصعبة، ممكن أكون اتعلمتهم متأخر جدًا، ولكن لو أنت أقل من 30 سنة أنا هاقول لك الحاجات دي، يمكن الحاجات دي تفيدك في حياتك. فأهلًا وسهلًا بيك في حلقة جديدة من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم على كل ما هو متعلق بالفلوس والpersonal finance وحالتك المادية. أول حاجة خالص حابب أتكلم عنها وأقول لك عنها حتى لو أنت فوق ال30 سنة، هي فكرة إن أنت مش متأخر. كلنا دايمًا حاسين إن إحنا متأخرين، والسبب الرئيسي إن أنت حاسس بالتأخر ده هو إن أنت بتبُص على كل حاجة حواليك، بتبُص على الناس اللي حواليك سواء صحابك، الدايرة بتاعتك، صحاب صحابك والكلام ده كله، وطبعًا الأوحش من كل ده كلنا بنبُص على السوشيال ميديا، شايفين طبعًا على السوشيال ميديا اللي بيحصل، وشايفين الإنجازات، وشايفين الناس الغنية جدًا. وشايفين الناس اللي بتعمل حاجات شبه تافهة أو حاجات أي حد ممكن يعملها، وهم ما شاء الله أغنياء جدًا وناجحين جدًا، وشايفين الناس اللي فعلًا ناجحة وكويسة، وكل الصور اللي قدامنا دي مش بتقول لك غير حاجة واحدة بس، إن أنت اللي فيك مشكلة، إن أنت اللي متأخر. والمشكلة برضه إن أنت لمّا بتوصل لسن معين يعني بداية من التلاتينات كده، بتبدأ لمّا تشوف حد ناجح تشوف كده تبُص هو عنده كام سنة، عشان تحاول كده ترسمها في دماغك تقول يعني هل أنا متأخر؟ طب هل هو مثلًا بادئ من بدري أوي؟ والّا هل هو أصغر منّي وأنجح منّي؟ وهكذا. طبعًا اللي أنا جاي أقوله لك بكل بساطة إن أنت مش متأخّر. بمعنى إيه؟ بمعنى إن النسبة الأكبر من الناس اللي بقوا مليونيرات في العالم كُلّه بدأوا في سِن متأخّر، دي النسبة الأكبر من الناس. وارن بافيت واحد من أغنى مستثمرين العالم كُلّه، عمل 99% من ثروته أعتقد بعد سِن ال60 حاجة كده، مع إنه بدأ من بدري بس عملها متأخّر. ليه؟ علشان أنت أصلًا في الأغلب وأنت أكبر بيبقى عندك خبرات أحسن، بيبقى عندك طولة بال وصبر أكتر بكتير، فهو ده أصلًا يعني كون إنك كبرت في السن ده بيساعدك إنك توصل أسرع مش أبطأ. ولكن طبعًا أكيد أنا برضه بلا شك اللي بدأ بدري عنده advantage حلو هو بدأ من بدري، ولكن أنت مش متأخر، أنت حتى لو أنت في الخمسينات والستينات أنت النهارده ما زال عندك فرصة إنك تبدأ، وحتى في خلال سنة تعمل النجاحات دي كلها، ودي حاجة طبيعية جدًا إحنا بنشوفها، بنشوف ناس كتير جدًا بيبدأوا متأخر وبيبقوا أشطر وأسرع مننا بكتير جدًا، ده لإن هم كان عندهم مثلًا discipline أحسن أو كانوا بيعرفوا يشتغلوا أحسن بكتير. تاني حاجة عايز أقولها أو تاني يعني إفادة في الفيديو ده، تاني نقطة وهي متعلقة شوية بأول نقطة، بس أنا ما حبيتش أدخّلهم في بعض عشان بس تفهم الحتّة دي. هي الحاجة بتقول لك إن أنت ما فيش حاجة ولا حد بيجري وراك. إحنا عايشين الحياة دي وكأن في حاجة بتجري ورانا. لمّا أنا بيطلع لي فكرة وبابقى عايز أشتغل على الفكرة دي، اللي بيحصل إن أنا بابقى مثلًا حاطط في دماغي كده deadline معيّن، يوم معيّن لازم الفكرة دي في مثلًا الشهر الخامس في السنة تطلع للنور. واللي بيحصل إن طبعًا بنتأخّر، بيحصل ظروف، ساعات بنكسّل، أيًا كان، فالفكرة ساعات كده إيه، بنقرّب أوي من الميعاد وبنلاحظ إن إحنا مش هنعرف نلتزم بالdeadline ده. اللي بيحصل هنا بقى للأسف حاجة كارثية وهي جلد الذات، والإحساس بالفشل والإحساس بالفقر والإحساس إن أنت اللي فيك مشكلة كبيرة جدًا، مع العلم إن هو فعليًا لو مجازًا الفكرة دي اتأجلت للشهر اللي بعده، هو ما حصلش حاجة، يعني فعلًا مش هيحصل حاجة، العكس ده يمكن الشهر ده يساعدك تعمل حاجة أحسن فيها فتطلع بشكل أحسن بكتير. وطبعًا أنا مش باشجع الناس إن هي تأجل الشغل أو تتساهل أو تتهاون في الdeadlines لأ، أنا بس باتكلم إنه إحنا عايشين حياتنا وكأن في حاجة بتجري ورانا. وده برضه اللي بيدّي إحساس أول نقطة، إحساس هو أنا متأخّر، وكأن مثلًا أنت عارف يقينًا إن الموت أهو قدّامك، فأنت خلاص هتموت كمان كام سَنة، فأنت يا ريتني كنت بدأت من قبل الموت بسنتين، يعني ما دي برضه حاجة برّه عننا. الإحساس إن في حاجة بتجري وراك بيخلّيك أنت على طول بتجري، وأنت فعليًا لو بصّيت ورا هتلاحظ إن ما فيش حاجة بتجري وراك خالص، وإحساس إنك على طول بتجري ده بيهلكك نفسيًا وماديًا ومع عيلتك ومع أصحابك وفي الآخر كده تيجي على فراش الموت وتبُص على حياتك وتقول أنا بجد حياتي كانت صعبة أوي، وأنت فعليًا أنت اللي صعبتها على نفسك، هو ما كانش في حاجة بتجري وراك. تالت نقطة عندنا بتتكلم على فكرة إنه أنت محتاج تعامل الcareer بتاعك والشغل بتاعك الأهداف والأحلام اللي أنت نِفْسك توصل لها كراجل كبير عاقل. أنا عارف الكلام شكله غريب بس يعني استحملني شوية. أنا لاحظت إن إحنا في مثلًا سِن معيّن كده في الجامعة بنوصل له، وبعديها الروح بتاعتنا ما بتكبرش بعديه، أنت بتفضل حاسس إن أنت في نفس السِن ده. طبعًا كل حاجة بتتغيّر، جسمك بيتغيّر، الحياة بتتغيّر، الظروف بتتغيّر،
الوضع كل حاجة بتتغير، بس أنت من جوّه حاسس نَفْسك لسه شاب ولسه لذيذ ولسه فريش ولسه عايز تقعد مع أصحابك، لسه عايز تلعب فيديو جيمز مش عارف إيه، ده كويس، أنا مش باقول إن ده وِحِش، أنا بس اللي عايز أوصّله لك إن أنت لمّا تيجي تتكلّم على الcareer بتاعك أو على الفلوس اللي أنت عايز تعملها أو على نجاح عايز توصل له، أنت لازم تكبر، لازم وعلى الأقل وأنت شغال على الحاجة دي لازم تعامله وكأنك الراجل الكبير العاقل اللي أنت على طول وأنت صغير كنت بتبُص على الناس بالمنظر ده وأنت عمرك ما بقيت الشكل ده. لأن إحنا للأسف بنعامل كل حاجة بتفاهة وسهولة بشكل غريب، وده برضه التأثير الأساسي بتاعه هو ظهور الناس على السوشيال ميديا. أنا عارف إن كلامي معقد، خلّيني يعني أسهّله عليك شوية. النهارده أنت بتتفرّج على السوشيال ميديا، بتشوف ناس بتنزّل فيديوهات عبثية جدًا، وبتشوف إن الناس دي ما شاء الله بيعملوا فلوس كتيرة وإعلانات كتيرة وبيتشهروا، مش بس كده بيبقى في مثلًا يوتيوبر هو ما بيعملش حاجة غير فيديوهات عبثية فقط، فقط، وبعديها تلاقيه على stage في الإمارات قدّام مليون واحد بيدّي talk ولابس محترم وبيتكلم باحترام وبيقول لك إزاي تقدر نستخدم الإنترنت علشان مش عارف إيه، فأنت بتقول هو الراجل ده بقى له 40 سنة بينزّل فيديوهات بيلعب games مثلًا. ودلوقتي بيحترموه الاحترام ده، فده بيحسّسك إحساس إنه الموضوع سهل أو إن الموضوع بييجي بالهبل أو أنا بس يعني محتاج أهبّل فالدنيا تمشي، يعني مش بيدّيك الإحساس الحقيقي بتاع إن أنت مش قادر تستوعب يعني إن الراجل ده فعليًا اليوتيوبر ده تعب، تعب جدًا، وإن على قد ما هو قدّامك يا ابني تعب في إيه؟ ده هو بيطلع في فيديوهات بيلعب، أنا فاهم إن أنت شايفه كده، بس هو ما بيعملش كده، هو بيصحى من الفجر يفضل يشتغل ويحرق ويصوّر ويطلّع أفكار ويعمل edit ويجيب أفكار تانية ويقابل ناس ويسافر بلاد ومش عارف إيه، ده مش رفاهية، ده شغل، فهو أصلًا الراجل اللي أنت شايفه تافه للأسف، للأسف هو بيعامل الموضوع كشغل، فهو ما شاء الله ناجح، وأنت للأسف مش بتعامل شغلك كشغل أصلًا، فأنت مش عارف توصل للنجاح ده. فطول ما أنت فاهم أو مُخّك مستوعب إن الناس اللي بتعمل فلوس دي بتعملها بشكل رفاهية وهبل، عمرك ما هتوصل، عمرك ما هتوصل. والحل يعني اللي أنا باحاول أوصّله لك إنه عامل كل حاجة بجدية، عامل كل حاجة وكأنك أنت الراجل الكبير المسؤول الرخم اللي هيوقّف اللعب علشان يشتغل، أنت لازم تعملها بالشكل ده، لإن هي ما لهاش طريقة تانية غير إن إحنا نشتغل زيادة أوي. ونخش على النقطة الرابعة بتاعتنا ودي يعني حاجة للأسف منتشرة برضه ومضرة، وهي المقارنة. بطّل تقارن نفسك بأي حد وأي حاجة. ما تقارنش نفسك بالشخص اللي بقى مالتي مليونير، ما تقارنش نفسك بالشخص اللي أوحش منك وتقول لأ أنا كويس ده في ناس أوحش مني، ما تقارنش نفسك بصاحبك اللي كان معاك طول حياتك في المدرسة وفي الجامعة ومرة واحدة هو عدّى، ما تقارنش نفسك بالناس اللي على السوشيال ميديا، ما تقارنش نفسك بالدايرة بتاعتك اللي كلّهم بيسافروا وأنت مش عارف تسافر، ما تقارنش نفسك بأي حاجة. الموضوع ده أثّر فيّا أنا بطريقة معيّنة في حياتي مش عايز أقول هي ما كانتش سلبية في وجهة نظري، بس ممكن حد تاني يقول لي إنها سلبية. أنا كنت طول حياتي يعني ماشي جامعة خاصة في الدايرة بتاعتي باشوف في ناس أنا شايفنا كلّنا زي بعض، والله الله أعلم يعني بس أنا كنت شايفنا كلّنا زي بعض يعني، ومش شايف إن مثلًا في حد أغنى من حد وحد أفقر من حد، شايف كلّنا حاجة واحدة بالضبط. وبعدين المشكلة بقى في السوشيال ميديا إن تبدأ تشوف ناس بتسافر دول معيّنة وأنت عمرك ما سافرت. ناس بتلبس لبس معين، ناس كل سنة بتجيب الموبايل الجديد اللي لسه نازل، فمخي بيقول لي طيب خلاص مش مشكلة، الناس دي أكيد أغنيا أو أهلهم أغنيا، يعني كان ده على طول تفكيري، ما هو لو معاه فلوس هيعمل كده، إيه المشكلة؟ خلاص، وبعدين كنت ماشي ده خلّاني ماشي في فترة كبيرة أوي في حياتي شايف إن معظم الناس أغنيا، وإن أنا اللي مش غني، يعني بقيت حاسس هو أنتم كلكم ما شاء الله يعني ربنا يزيدكم كلكم كده هو إحنا اللي لأ؟ وبرضه إحنا مش فقرا، بس هو مش كل سنة باجيب موبايل، يعني دي مش حاجة طبيعية، بالذات الموبايلات بقت ساعتها ب50، 60 ألف جنيه، فمش كل سنة هاجيب موبايل يعني مش منطقي، وهُم كانوا بيعملوا كده، وكل سنة 3، 4 سفريات ومش عارف إيه، والمشكلة إن أنا شغال في شركة international في أمريكا، وهُم شغالين في شركة multinational في يعني هياها، العكس ممكن ساعات يبقى أنا الposition بتاعي أحسن من ناس تانية، وهُم برضه بيعملوا حاجات بفلوسهم أنا مش قادر أستوعب، فأنا شايف الناس كلها أغنيا. الحمد لله، الحمد لله ربنا فتح عليَّ، والحمد لله بدأت أعمل فلوس، الحمد لله، والlife style اتغيّر. بقيت ساعات باشتري حاجات أغلى شوية، ساعات باسافر سفريات أغلى شوية، يعني ساعات يعني. ومع ذلك بابُص على الناس دي النهارده ولسه شايف إن الناس دي أغنى منّي، لسه شايف إن الناس دي أغنى منّي. ليه؟ أنا باسافر الحمد لله، بس هُم برضه بيسافروا أكتر، هُم بيعملوا حاجات أحسن، هو يمكن هُم بيعرفوا يتصوروا أحسن منّي الله أعلم، بس هُم ما زالوا بيعملوا ده، وأنا اللي معايا الحمد لله فلوس ما باجيبش برضه موبايل كل سنة، كان أنا يعني جِبت موبايل السنة دي آخر موبايل كان معايا أعتقد من سنة 2021 حاجة كده يعني، 5 سنين يعني فتمام.
فأنا برضه مش فاهم والمشكلة لسه إن أنا عمّال أقارن لسه، يعني دي مشكلة. وبعد كده عدّى وقت واللي حصل إن أنا بدأت أتقابل مع الناس دي تاني وإزيكم وأخباركم إيه ويالّا نتقابل. ولمّا تقعد تتكلم مع الناس دي تكتشف واحد مديون، واحد بيقسّط، واحد حالته وِحشة، واحد كلّهم بيكلموني يعني علشان يعني طبعًا عشان بس موقعي على السوشيال ميديا، بيسألوني طَب نعمل فلوس إزاي، طَب نزوّد دخلنا إزاي، أصل الدنيا صعبة، أصل مش عارف إيه. يا ابني أنت امبارح جاي من إيطاليا وتقول لي الدنيا صعبة؟ آه، ما هو أصل أنا باقسّط السفرية. فاكتشفت بعد كده وأنا كنت ساذج يعني، بس اكتشفت بعد كده إن الناس كلّها دي مش كلّهم طبعًا بس معظمهم مش معاهم الفلوس دي، وفي اللي بيقسّط وفي اللي بيستلف وفي اللي مش عارف بيدفع بالcredit card وفي الكلام ده كلّه. طبعًا دي مصايب كبيرة أوي. هنا بقى أنا مش جاي أمسك في المشكلة دي بتاعة الcredit نعمل عليها حلقة لوحدها، أنا جاي أتكلّم في فكرة إن المقارنة أصلًا، إن أنا طول حياتي ماشي بمنهج معيّن، بشكل معيّن، بحاجات معيّنة، بس عشان باقارن نَفْسي. عمّال أبُص على كل الناس اللي حواليّا وأشوف طَب أنا إزاي أبقى زي ده، طَب أنا إزاي أعلى زي ده، وحتى لمّا عليت لسه بابُص. فالمقارنة وجه المقارنة ده للأسف بيسبب أمراض كتيرة جدًا، منها أمراض قلب، بيسبب أمراض في طريقة التفكير وفي المُخ، وهو من الآخر بيأثّر عليك بالسلبي لو أنت أصلًا شخص كسلان أو ما بيشتغلش كتير. ويعني بكل بساطة ما تقارنش نَفْسك بأي حد، أنت مش لازم تنجح النجاح الباهر اللي حد ده نجحه، ولا محتاج تبقى والله أنا أحسن من غيري عشان الباقيين كلّهم بيشربوا سجاير وأنا ما باشربش سجاير، يعني ده مش مقياس لأي حاجة نهائيًا. وافتكر إن كل واحد فينا هيتحاسب لوحده، كل واحد هيتحاسب لوحده على اللي هو عمله بالطريقة بتاعته، بالخلفية بتاعته، ومش عارف إيه، فعمرك ما تقارن نَفْسك بأي حد. وآخر حاجة نختم بيها الفيديو هي نقطة إن الحياة مش متمحورة حوالين الكارير بتاعك أو الفلوس بتاعتك. إحنا للأسف كجيل على الأقل الجيل بتاعي رضعونا الكلام ده، رضعونا إن الكارير والفلوس دي أهم حاجة في الحياة. من يوم ما دخلنا مدرسة قالوا لنا أنت بتدخل مدرسة عشان تدخل جامعة عشان تتوظف في وظيفة حلوة فتعمل مرتب حلو فتصرف على عيالك وتعيشهم عيشة أحسن من عيشتك. للأسف المفهوم ده في وجهة نظري غلط تمامًا، ما فيش حاجة يعني دي حاجة حلوة في الحياة، بس دي مش الحياة. إحنا كان المفروض يعلّمونا دين وقرآن جنب الكلام ده كلّه، كانوا المفروض يعلّمونا رياضة جنب الكلام ده كلّه، كانوا المفروض يعلّمونا الأخلاق قبل الكلام ده كلّه، لإن يعني الناس ما عندهاش أخلاق دلوقتي بس عندها علم يعني. فلو إحنا كنا اتعلّمنا الحاجات دي كلّها equally زي بعض بالضبط، ده مهم وده مهم وده مهم زي بعض بالضبط، ما كانش زماننا كلنا النهارده بنجري ورا الفلوس أو بنجري ورا الترقية، ما كانش زمان في بلاد دلوقتي في العالم مش عايز أقول اسمهم، الناس بتاكل بعض علشان تطلع فوق بعض في الcareer بتاعها، ما كانش زماننا دلوقتي ما بنفكّرش في أي حاجة طوال اليوم غير إزاي أعمل فلوس أكتر أو إزاي أجيب شغلانة أحسن أو إزاي أترقى أو. فإحنا للأسف اتربينا على الموضوع ده بشكل غلط، وأنا اللي جاي أقوله لك في سن ال30 اللي أنا اتعلمته إن ده مش كل حاجة. وبصراحة أنا هاقول لك حاجة بكل صراحة يعني هتضايقك بس هي دي الحقيقة، أنا أقدر أقول الكلام ده دلوقتي بعد ما الحمد لله عملت فلوس، فأنا أقدر أقول الكلام ده، أقدر أقول إنه الفلوس مش كل حاجة، بس طبعًا لو واحد في حالة مادية وحشة أو مديون أو كده، لأ الفلوس حاليًا كل حاجة بالنسبة لك لحد ما تطلع من الحفرة اللي أنت فيها دي، ولكن لو أنت شخص عادي يعني بتاخد مرتب عادي، مش مديون وبتصرف على نفسك عادي، أنت مش مُجبر ولا مضطر تبقى غني أو مليونير، لإن في الأول والآخر الحياة كلها هتنتهي وكل ده هيترمي في الزبالة وأنت مش هتستفيد منه بأي حاجة تمامًا، فمش ضروري يكون ده هدف من الحياة ومش ضروري تبقى مليونير. وبرضه عايز أقول الجملة دي مهمة أوي، ده مش معناها إن إحنا نبقى فقرا، الفقر حاجة وحشة، الدين بتاعنا مش بيشجّع الفقر، العكس الدين بتاعنا بيشجّع إنك تشتغل وتبقى غني، فإنك عايز تبقى غني برضه ده أوكي، بس ده ما يخلّكش تنسى بقية حياتك. فدي كده سريعًا مجرد 5 أفكار، والله أنا عندي مثلًا 100 فكرة كنت عايز أقولهم على الأقل في الفيديو ده، ولكن يعني أنا عارف عايزين نعمل حاجة كده على السريع عشان الناس ما بتعرفش تركّز. ما تنساش طبعًا تعمل لايك وcomment وshare وsubscribe، ولو عندك فكرة حلقة معينة اكتبها في الكومنتات، وأشوفكم في الحلقة اللي جاية.